اللواء التاسع بينتشر من منطقة عين عطا على سفوح جبل الشيخ لمنطقة عيتارون على حدود بنت جبيل على حدود إيطاع اللواء الخامس. نحن عمنا عدوين عم نواجهون. عنا العدو على بالجهة الجنوبية اللي هو العدو الإسرائيلي، وعلى السلسلة الشرقية هو عنا عدو الإرهاب. بالنسبة للعدو الإسرائيلي نحن في عنا قرار 1701 ملتزمين فيه بالاشتراك مع قوة اليونيفيل. فيما خص السلسلة الشرقية عنا نحن مجموعة كتيبة محصنة، كتيبة معززة بسرية دبابات منتشرة على السلسلة الشرقية باتجاه الخطر يلي هو خطر الإرهاب اللي جاي من جهة الحدود الشرقية. الحدود الشرقية في عنا مراكز منتشرة فيها كتيبة معززة، مراكز محصنة، مراكز تقريبا في تواصل بين بعض بالنيران وبالنظر. بيبقى في عنا الوديان او السلان يلي ممكن يصير فيها تهريب، هيدي نحن عم نعمل لها كمين بالليل، وصار في كذا حادثه وتوفقنا الكمين قدرت تصدت هالمجموعات اللي كانت عم تجرب تتسلل. فيما خص مع العدو الاسرائيلي مثل ما قلت لك نحن ملزمين في عنا القرار 1701 عم ننسق بالتنفيذ مع اليونيفيل. في عنا اكيد مراكز منتشره على طول الخطوط هي اللي بتقوم بالمراقبه والبتفيد. في عنا دوريات نحن لحالنا بنقوم فيها، وفي الدوريات المشتركه مع اليونيفيل على طول الخط الازرق لمراقبه اي خرق من جهه العدو الاسرائيلي. نحن بمراحل سابقه سمعنا كثير بالاعلام وبالاخبار عم بيحكوا عن شبعه وشبع ارسال. انا باكد للعالم كله انه اول شيء في سببين هون، المنطقه الجغرافيه وطبيعه الارض تختلف عن عرسال. قيادة الجيش مشتركتنا اول شيء في عنا مجموعات احتياط موجوده بتصرفنا، الدعم العام صار موجود هون. في صعوبه بالطبيعه الجغرافيه بمنطقه شبعه، طبيعه قاسيه، طبيعه جبليه، بس قادرين عم نتخطى هالصعوبات بمساعده المجتمع المدني، بمساعده اليونيفيل، واكيد بمساعده قياده الجيش. المراكز محصنه، المراكز صار لها وصول، شبكه الاتصالات صارت مأمنه اكثر، ومع الوقت عم تتحسن وتتطور اكثر. نحن في صعوبه قلت لك لانه ايطاع اللواء كتير كبير، في محلات ما فينا نخلي المراكز، خاصة مع العدوين نحن لأنه قلنا عدوين عنا، بس قدرنا بمرحلة سابقة وهيدي رح نتابعها لاحقا نقدر نسحب مجموعة سرية تنزل تتدرب بعد زهراني مع الأمريكان لمدة 3 أجماع مدورة، مرقت أول كتيبة. بالإضافة في عنا التدريب يلي بقلب القطع عم بيصير على مستوى مجموعات صغيرة، مكافحة الإرهاب، مداهمات. بالإضافة عنا تدريب كمان مع اليونيفيل، كمان تدريب تقني وتكتي على مستوى مجموعات صغيرة.